عسلامة ومرحبا بكم. فما متتبعة معناتها كل ما نهبط فيديو تقريبا تقول لي طاجين السلطة المشوي. هي صبرت برشا وانا هاني معناتها جات الفرصة وعملته فيديو بسيط. لهنا باش نشوي السلطة، ولكن الكمية متاع السلطة اللي تشوفوا فيها راني خذيت منها للطاجين وخليت عملت سلطة مشوية مرة أخرى. هذه كمية الفلفل باش نشويو الفلفل وباش نشويو الطماطم. احنا راو طاجين السلطة المشوية نحطوا له الطماطم. عملت فيه كعبتين، ولكن اهم مرحلة بعد ما تشويو السلطة وتقشروها تخليوها تستقطر من الماء وتعصروا الطماطم نتاعكم مليح. الطاجين هذايا راهو اذا كان تخليو الخضرة بالماء يجيكم يتلطلط، تقول الوالدة. كيف كنت نعاون الوالدة انا في اخر حياتها وقت اللي هي مريضة ونحط كمية كبيرة متاع كركم، تقول لي طاجين مقوعر شبيه غامق. وكيف كنت كيف ما نحطش فيه الكركم ويجي مستبيض، تقول لي شبيه جاء ابيض مكشخ. الحاصل لهنا وليت نعمل مغرفة صغيرة متاع كركم مهما كان. فما كركم راو اصفر برشا وفما كركم يجي معناتها اقل اصفوريه. لا محاله لهنا باش نعمل التختوخ. ابن طاجين سلطه مشويه عندي انا باللحم المفروم. كانت الوالده تقص اللحم علوش طريفات صغار بالنسبه، والا تعملوا باللحم المفروم كيف ما هكا، خاطر الدجاج وعظم ما يروق لناش برشا صراحه. حتى في العروسات احنا الطاجين ما ناكلوهوش. لهنا باش نحط شويه زيت. قليت معناتها شطر بصله صغيره على الاخر، خاطر باش نحط بصله متوسطه مشويه. وفوحته بمغرفة صغيرة تابل وكروية. شطر مغرفة صغيرة ملح ما نكثروش، شطر مغرفة صغيرة فلفل اكحل، ومغرفة صغيرة متاع كركم. بعد ما قليت البصل حطيت اللحم، انا عندي اللحم مكنجل، حليته بشوية بشوية وزدته قطيرة ماء باش حليت لفاح. ومن بعد امرقته ما نكثروش في الماء على خاطر زاد اللحم هذايا يلزمو يكون ناشح تماما من الماء وماهوش مزيت. كيف ما تراو لهنا غلاه من با 10 دقايق، وقف على الماء متاعو ما فيهوش برشا زيت راهو. خاطر باش نحط السمن من بعد ونخافوا لا تكون كمية الدهون كبيرة. كيف ما تراو السلطة المشوية عندي بصلة متوسطة شويتها وكعبتين طماطم، ويمكن حكيت 8 قرون فلفل قصيتهم مكعبات مع باقي المكونات. انا ما عملتوش في نهار، والحقيقة شويت السلطة في نهار وعملته من غدوة. هذه الكمية متاع السلطة المشوية نحطوها هي الأولانية، وباش نزيدها مغرفتين متاع شابلور باش يشرب لنا الكمية متاع الماء إذا كان بقات فيه، سينو راو يجي جاري وما يشبه لحتى حاجة. لهنا حطيت الشابلور، وباش نوزع ديما حطيت زيتون. هو الزيتون هذاك راهو مقصوص طروف، وزدت أنا قصيته جويد. شوفوا كمية اللحم تقريبا ما فيهاش لا ماء ولا زيت. نحل كل مرة المكون اللي نزيده، ومن بعد باش نلم بالعظم. عملت حارتين عظم ولكن حطيته في بلاتو كبير باش في ساعة يبرد وفي ساعة نقصه ونكمل الفيديو. سينون تنجموا تحطوا في بيريكس ما اصغر ويجيكم اعلى من اللي جاني انا. لهنا حطيت جبن اليمونتال متاع لوندور حكاية 90 جرام. ما نكثرولوش الجبن الطاجين هذايا باش ما نفقدوش الطعم متاع الشواء والا الفيماج اللي صار وقت اللي شوينا السلطه المشويه. والسلطه المشويه ماذا بينا نشويها على الكانون باش يجينا الطاجين متاعنا بنين. بالنسبه لينا الطاجين رانا نجمروه في السمن، سمن عربي، لا نحطوا زيت في البلاتو ولا نحطوا زبده. وهذه حاجه كانت سر بالنسبة للوالدة. فما شكون يقولها الطاجين متاعك بنين شنو حطيت فيه، تبدأ تضحك. بورتون كان يسمع اللي هو بالسمن راو ماكلاهوش. العظم معناتها بعد ما فقسته حطيت عليه رشة متاع فلفل الاكحل، ومن بعد حطيت صبعي في الخليط هذايا وذقته لقيته ناقص ملح، فزدته شوية خلطت وسخنت السمن معناتها اللي حطيته في البلاتو، ودهنت البلاتو متاعي بالسمن. السمن اللي موجود تو ما عادش كيف ما قبل راهو قوي، وصدقوني حتى اللي ما ياكلش سمن ما يفيقش بيه، ولكن ريحه الطاجين تجي ما شاء الله وريحه بنينه. احنا من جمر الطاجين كان بالطريقه هذية، وحاجه خذيناها على الوالده يرحمها واستنسنا بها دايور. وهذا هو لهنا باش نحطه في الفور حكاية ساعة غير درجين. طيبته في فور عادي بالغاز،
حطيته من فوق بالكل، حتى حمار من اللوطة، ومن بعد شعلت له حكاية 5 دقائق من فوق، وجا طاجين بنين بنين على الاخر وخفيف وفيه شوية توزويز، يجي مكبوس راهو الطاجين هذا. لا نحطوا له خميرة ولا نحطوا له حتى حاجة. الخميرة ما نستعملوهاش بتاتا في الطواجن، ولو يجي طايح ولو يجي هابط. المفيد ما نكثروش في كمية العظم. هذايا الطاجين متاعي بعد ما طاب، تقصوه كيف ما تحبوا. خليته برد جوست شوية أنا باش نكمل الفيديو، وقصيته أشكال مختلفة. والبلاتو هذاك صدقوني كليت يمكن خليت منه حاسيلو دو مرسو المنغدوة، التاكل تقريبا بلا خبز، عالمي على الاخر. ننصحكم بالاستيوس نتاع السمن، اللي ما ياكلش سمن يجرب كوميم ويتفكرني، خاطرو راهو يبنن الطواجن. وفكرة الخميرة ما نعرفش منين جات، والله نتصورها مكشفين الرجال القدم اللي يخدموا في العروسات، خاطر ريت كيف اما شكون يحط ماء زهر باش يهرب ريحة العظم، وكل واحد كيفاش يحب يطيب الحاجة متاعو. هذا الطاجين متاعي مقصوص، وهذا كل شيء بالنسبة للفيديو متاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.